موبينيل زمان كانت بتعمل عظمه في الماركتينج، علشان لازم نكون مع بعض، عشان شايلانا نفس الارض. فكره الماركتينج كامبين كانت قايمه على انهم ينقلوا واقع الشارع المصري بكل تفاصيله، فقرروا يصوروا في وسط البلد. وفي اول لقطه جايبين اسامه الهادي اللي كان لسه مش معروف وقتها ومقعدينه على صندوق حاجه ساقعه زي ما الناس بتقعد في الشارع، ومخلين اتنين يبصوا عليه من فوق الكوبري بحركه كاميرا عشوائيه جدا عشان يحسسك اكتر بالواقعيه دي. وخاصه الشوط النوبي، بص كده على وشوش النوبيين هتلاقيهم مش واخدين اي اداء بانهم يبتسموا او يعملوا اي رياكشن مفتعل عشان تبان كل حاجه على طبيعتها. وحتى الحيطه في الكادر ده مش متظبطه على انها هنصور اعلان، لا دي متاخده بنفس واقعيه الشارع حتى في القلب اللي كان مرسوم في كل حته في الوقت ده. وموبينيل بتهتم جدا انها تظهر لون البرتقاني ليها في كل الشوتس اللي بتاخدها، لانه لون الفيجوال ايدنتي بتاع اللوجو بتاعهم. حتى في اول كادر في الاعلان جايبين كل عواميد النور اللي على الكوبري منوره باللون البرتقاني في عز النهار. وهنا الكريتور اللي كتب الاعلان كان عارف ان الحته دي هتفرق جدا مع الشباب، لان كل فريق كره قدم كان ليه التراس وحتى كان ليهم الاغاني بتاعتهم. ولو ركزتوا هنا هتلاقوا مشجعين لابسين تيشيرتات بالوان الفرق المشهوره زي الاهلي والزمالك، وما بينهم برضو التيشيرت الاورنج بتاع موبينيل. بعدها جابوا لقطه الحنه باعتبارها اللحظه المميزه لاي بنت في كل الافراح، ومن الذكاء انك تختار اللحظات المميزه وتحطها في الاعلان بتاعك عشان تقدر تاثر في الجمهور بشكل اكبر. وبرضو بص على الحيطه هتلاقي لون البرتقاني حاضر معانا ومن غير ما تحس، وتحسوا قاسمهم. انا كموبينيل جمهوري عام، فعامل دي للشباب وعامل دي للبنات، فكسبتهم كلهم. ونيجي بقى لاهم لقطه في الاعلان وهي الاغنيه الشعبي. لما عم الحاج يعدي كله يوقف لعبي يهدي. وموبينيل كانت من اول البراندات المصريه اللي تحط اغاني شعبي وسط اعلاناتها، مع ان كان فيه هجوم مش طبيعي على الاغاني الشعبي في الوقت ده، ورغم ده طلع اوكا واورتيجا وقلبوا الدنيا عادي جدا. ومن ذكاء المخرج هنا تضييق الكادر، انت اللي تبص على اللقطه دي هتحس انه فرح شعبي حضره 1000 واحد، في حين ان عدد الاشخاص ممكن يكون اصلا ما تعداش 50، بس بسبب الكادر الضيق والزحمه حسيت ان هم كتير. ومن شطاره الملحن احمد فرحات انه عامل لحن واحد حاطط فيه ثقافات ولهجات مختلفه وما تحسش باي نشاز وبشكل ممتع.